أصحاب النهارده هنتكلم عن الدرس الرابع في المفهوم الثاني علوم الصف السادس ابتدائي، وهو بعنوان الحرارة وتغيرات الطقس. في السنوات الأخيرة زاد احتراق الوقود الحفري، لأن احنا بنستخدمه تقريبا في كل حاجة في الحياة، في توليد الكهرباء وتحريك السيارات. احنا عارفين إن الوقود الحفري بيعمل ظاهرة اسمها الاحتباس الحراري، يعني بالبلدي كده بيحبس الحرارة في الكوكب مش بيخليها تطلع. الخلاصة إن احتراق الوقود الحفري عمل تغيرات مناخية رهيبة، وده أنتج عنه أخطر 3 ظواهر، وهما ظاهرة الجفاف، ظاهرة الفيضان، وأخيرا ظاهرة العواصف الجوية. دلوقتي هنتكلم عن ظاهرة الجفاف. الجفاف هو إن المية بتنقص في مكان معين، علشان كده لما نلاقي منطقة تنقص فيها المية بنقول إن المنطقة دي فيها جفاف. لو سألتني يعني ايه المية تنقص؟ يعني الحيوان يجي يشرب ما يلاقيش مية، الإنسان يجي يستخدم المية ما يلاقيهاش، والنبات يموت من كتر قلة سقيان. إذا تعريف الجفاف هو نقص كمية المياه في مكان ما. طب ايه هي أسباب الجفاف؟ 1. الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، لأن ده هيؤدي إلى تبخر جزء كبير أوي من المية، فكده تنقص كمية كبيرة من المية. 2. جفاف الطقس لفترة طويلة. يعني ايه؟ يعني المطر يفضل ما يمطرش لفترة طويلة، وبكده التربة هيكون ناقصها مية، وكمان المياه الجوفية هتقل. دلوقتي هنتكلم عن الفيضانات. الفيضان هو ان المية على ضفة النيل منسوبها يرتفع وتتدفق بشدة لكل الأماكن المحيطة. إذا الفيضان هو ارتفاع منسوب المياه فوق ضفاف النهر وتدفقها بغزارة إلى المناطق المحيطة. طب إيه هي الأسباب التي تؤدي للفيضان؟ 1. هطول الأمطار بغزارة. 2. في أنهار جليدية موجودة عند الأقطاب تسيح فجأة، وهي انصهار مفاجئ للثلج أو الجليد، ودي كميتها كبيرة جدا، ودي بتحصل كل 2 سنين. بيحصل زيادة في هطول المطر لدرجة إن منسوب المية على ضفاف النهر يبدأ يزيد. لو سألتني هو الفيضان ليه أضرار؟ أيوة ليه أضرار. 1. المية لما بتدفع بشدة بتغرق المنازل. 2. غرق الناس وكل الماشيين على الأرض. 3. هيعطل الحياة كلها والاقتصاد، يعني هيخلي المصانع ما تشتغلش والسفن ما تمشيش. لكن معظم الأنظمة بتتعافى من آثار الفيضانات، يعني تقدر تصلح اللي الفيضان بوظه. ومش كمان كده، ده في أنظمة بيئية بتعتمد على الفيضانات الدورية مثل الموجودة على طول نهر النيل، يعني هم بينتظروا منسوب المية يرتفع علشان يخزنوها في السدود، وده يعرف بمصطلح الفيضان الدوري. لكن يوجد فيضانات شديدة حرفيا، ولو حصلت بتموت فيها ناس كتير، بتحصل حوالي كل 10 سنين بشكل دوري، والناس مش بتبقى عاملة حسابها، وده بيؤدي إلى ضرر أكبر وخسائر كبيرة في الأرواح. ولو كانت الأرض متجمدة، يعني مش بتمص المية، هتزداد خطورة الفيضانات، لأن المية هترتفع بشدة. آخر ظاهرة هنتكلم عنها هي ظاهرة العواصف الرملية أو الترابية. لما تيجي رياح شديدة تروح تحرك كل الرملة والتراب على الأرض ويدخلوهم في عدادة، ودي بنقول عليها ده في عاصفة رملية أو ترابية. فالعاصفة الرملية أو الترابية هي عبارة عن رياح قوية تحرك الرمال والتراب الموجودين في مناطق شديدة الجفاف أو الصحاري أو شبه الصحاري. هي العواصف الرملية لها أضرار؟ أيوة لها أضرار. العاصفة الرملية عبارة عن جدار صلب من الحطام والغبار، بتسبب أضرار صحية عند استنشاقها أو دخولها إلى العين. 2. بيضعف الرؤية عند السائقين، بيشكل خطر عليهم. كمان بيعطل الرحلات الجوية وبيتلف محركات الطيارة. 3. قنوات الري زي الترع بتنزل فيها الرمال والحطام دي، ده بيأثر في جودة الماء اللي بتروي النباتات.